ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. هنعمل النهاردة مع بعض مكرونة بشاميل بس على طريقتي. شوفوها وان شاء الله تعجبكم. ممكن تلاقوا الطريقة مختلفة شوية من اللي انتوا بتعملوها. بس قبل ما نبدأ كده عايزة لايك وسبسكرايب في القناة. اول حاجة انا حطيت في حلة مية وزيت وملح للمكرونة، والطاسة التانية دي فيها معلقة سمنة. هحط فيها اللحمة المفرومة. هفكها كده من بعضها الاول، يعني افردها كده في الطاسة. بحطها على طاسة سخنة جدا، فما بتخليهاش ان هي تنزل السوائل اللي فيها. يعني لونها بيغير كده على طول بسرعة، ما بتاخدش اي وقت خالص. احلى من ان انا احط البصل الاول. يعني جربوها هتلاقوا ان هي فارقة في الطعم. اهي لونها كلها غير بسرعة قوي ولونها جميل. وهحط البصل. انا عملت بصلاية واحدة كبيرة على ربع كيلو لحمة مفرومة، عشان انا هعمل صينية صغيرة اللي هي نص كيلو مكرونة. لو هتعملي كمية اكبر بتزودي، لو الصينية كبيرة يعني بتعملي لها نص كيلو لحمة. ودي يعني ربع معلقة توم كده، حاجة بسيطة جدا، او نص معلقة الشاي الصغيرة. توم مفروم. مش بتبان خالص، بتدي بس ريحة حلوة كده. وملح وفلفل اسود وشطة. التوابل بقى اللي انتي بتحبيها. انا حطيت شطة. معلقة صلصة اللي هي الصلصة بتاعت البرطمانات الجاهزة، بس انا بعملها في البيت. هي دي مش الجاهزة، دي انا عاملاها في البيت. احلى من الجاهزة وزيها بالظبط، مش فارقة كتير. واحلى ان هي طماطم بقى بيور، يعني مفيهاش اي اضافات تانية. وده شكل اللحمة، شكلها حلو قوي، والطماطم اديتها لون جميل. هنعمل دلوقتي مع بعض البشاميل. الحلو ان احنا عملنا كله مع بعض اصلا، يعني اصلا المية لسه مغليتش واللحمة خلصت. عقبال ما البشاميل يخلص هتكون المكرونة اتسلقت وخلاص على كده. ما خدتش مننا اي وقت خالص، التلاتة شغالين مع بعض، اللحمة مع المية بتغلي، خلصت اللحمة بنعمل البشاميل. انا حطيت مع 4 معالق سمنة لو بمعلقة الاكل يعني. وعليهم 3 معالق كبار مليانين دقيق، او ممكن 4 معالق ممسوحين. إيه عشان بقى البشاميل ما يكلكعش منك وما تلاقيش فيه تكتلات كده. إيه، نحط اللبن حبة حبة، يعني انا استخدمت لتر لبن. بحط اللبن حبة صغيرين وبعدين اقلب. انا عارفة ان هو هيحتاج تاني، بس لما بنعمل الخطوة دي إيه مش يعني مش بيعجن مننا، او مش بيبقى فيه تكتلات كده. في تجمعات دي كده بتبقى موجودة. إيه، انا استخدمت اللبن ده ساقع من التلاجة. بحط شوية شوية ينعم معايا، واقوم حاطة شوية تانيين ومقلبة. المكرونة انا حطيتها اهو، كانت المية غلت بتاعتها. انا استخدمت نص كيلو مكرونة. هو هغطي عليها، هي بتاخد 6 7 دقايق مش اكتر من كده. البشاميل بقى بقلبه، لازم ايدي فيه طول الوقت. لقيت ان هو محتاج، حطيت له حوالي نص لتر شوربة. لقيت ان هو محتاج، في ناس بتعمله لبن خالص، وفي ناس شوربة خالص، وفي ناس لبن على شوربة. يعني كنت بعمله لبن خالص، بس لما جربت لبن على شوربة لقيته احلى. الشوربة بتدي طعم شوية، مش بتبقى تقيلة خالص، بس هي بتدي طعم حلو. انا كان عندي الشوربة دي في الفريزر وطلعتها. استخدمت حوالي نص لتر. بصوا البشاميل تخن جدا ازاي. هحط له بقية الشوربة. وايدي فيه، اهم حاجة ان انا ايدي فيه عشان ما يكلكعش مني ولا يتلسع من تحت. وحطيت الملح. انا خليت الملح للاخر لان الشوربة فيها ملح. وحطيت له فلفل ابيض وجوز الطيب، بس هي معلش مش ظاهرة بس في التصوير. حطيت رشة صغيرة جوز الطيب ورشة صغيرة فلفل ابيض. وحطيت بشاميل كده في البايركس من تحت. والمكرونة حطيت عليها 3 معالق كده بشاميل بالمغرفة الكبيرة، ان هي كده اتغلفت بس بالبشاميل، يعني مش عايزة كتير. هي بقت بالشكل ده كده. انا بحبها بشاميلها كتير شوية. لو بتحبي البشاميل اقل من كده، ممكن قللي الكمية. انا دول عملتهم بالظبط، 4 معالق سمنة كبار عليهم 4 معالق دقيق، او 3 مليانين قوي زي اللي انا حطيتهم. عليهم لتر لبن ونص لتر شوربة، او ممكن لتر ونص كلهم لبن.
ونص كيلو مكرونه، وربع كيلو لحمه مفرومه. دي عملت معايا البايركس الصغير. هم بيبقوا اتنين جوا بعض، ده المقاس الصغير مش الكبير. الكبير بقى بياخد كيلو مكرونه ونص لحمه مفرومه. والبشاميل طبعا بتزودي الكميه، هيحتاج نص لتر كمان لو عاملين البشاميل للصينيه الكبيره. هحط كده كل البشاميل اللي معايا، وهساوي الصينيه كده بس من فوق بحيث ان البشاميل يبقى مظبوط. انا هزيتها كده بس عشان ايه البشاميل يدخل فيها كلها. وهنضفها بس بالمنديل لو كان في بشاميل وقع مني في الاطراف او حاجه. وهدخلها الفرن على فرن عاليه. انا مولعه الفرن من قبل ما ابدا في اي حاجه خالص، فالفرن سخنه. إيه مش هتاخد وقت خالص معانا ويعني عملناها بسرعه مع بعض. وان شاء الله تعجبكم وتقولي رايكم، جربوها على طريقتي.